9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم اخواني، كل عام وانتم بخير. الفيديو ده انا مخصصه لريت يشوفوا اللاعب فهد رشيان، اللي فعلا من اكتر اللاعبين اللي انا بحبهم من جيل الطيبين، بما فيهم سعيد العويران، فهد المهلل، سامي الجابر، ماجد عبد الله. الجيل اللي لم ولن يتكرر. عنوان الحلقة هنتكلم عن اللاعبين اللي ظلموا. نشوف خالد مسعد تسول في الشوارع، مدحت الدوسري اللي تذكره أكيد الجماهير النصراوية، اللي بيعمل على إحدى سيارات الإسعاف في أحد المستشفيات في الرياض تقريبا. عبد الله سليمان برضه نفس الوضع، حارس أو سكيورتي على إحدى المستشفيات. تحس إن مفيش رد جميل للاعبين. رحمة الله عليه اللاعب محمد الخليوي وأحمد جميل، الجيل الطيبين بالكامل ده. لما نشوف دلوقتي اللاعبين، ما يجوش واحد من 1000 من اللعيبة دي كانت بتلعب من أجل الشعار وليس المال. في أشياء كتيرة غلط. اتكلمنا أمس مع الإخوان في البث المباشر. يا ريت الشباب تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو انت مش متابع. كل يوم بسوي بث مباشر، وفي مثبت في أسفل التعليقات لينك التيك توك، برضه بفتح بث مباشر يا شباب. لأن الوضع يحزن بمعنى أصح. ما عندناش مواهب، ما عندناش لاعبين. الجيل القديم ده هنبكي عليه سنوات. لما أجي أتذكر زي الصورة الخلفي، محمد الدعيع مش موجود فيها، أو بمعنى أصح محمد نور. يعني الجيل ده انقرض، انتهت الحكاية. شكلها انتهت الحكاية. شكرا لكل من دمر المنتخب.